الرحلة بدأت من الطائف، قادمين من الرياض إلى الطائف إلى النماص. حدثينا أول شيء على بين الطائف وبين النماص، كيف كانت الرحلة، أبرز المواقع اللي جيتوها؟ طبعا كانت زيارتنا للطائف أول شيء كانت في منطقة الهدى، وبين الهدى والشفا جلسنا تقريبا 7 أيام. صراحة كان استقبال جميل من أهل الطائف. من أول يوم وصول لنا في الهدى تشرفنا في هذا الاستقبال بنخبة من الإعلاميين والسلام من أهل الطائف، وهذا شيء مو غريب على أهل الطائف، أهل الكرم وجود. وكانت منطقة ما شاء الله جميلة، يعني تتميز باعتدال المناخ في فصل الصيف. وتوجهنا من الطائف إلى مرورا بميسان. في الطائف، عفوا آسف، في منطقتين في الطائف مثل الهدى، سكننا في أحد المنتجعات في الهدى. المنطقة باردة جدا، واللي أبرد منها تفاجأنا صراحة ببرودة الجو في عز الصيف الحقيقة في منطقة الشفا. صحيح؟ بالضبط. فاستمتعنا والله بالأجواء هناك. خليني أواصل معك رحال عبد العزيز وأسألك عن وصولكم إلى النماص، محافظة النماص، كيف شايفين الأجواء هنا وكذلك المنتزهات والمواقع؟ وأنا أشوف الخيمة خلفكم، خيمتكم. صحيح. حنا طبعا قبل النماص مرينا بكذا محافظة الحقيقة، واستوقفتنا محافظة برضو جميلة صراحة شوية، اللي هي محافظة بني مالك. لقينا تعلمنا فيها بعض التراث لأهل بني مالك، مثل كانوا عندهم مشهورين بزراعة اللوز البجلي في بني مالك، وكانوا يعني يتبادلون فيها التجارة في بني مالك بهذا اللوز البجلي حقيقة. وعرفنا أنهم كانوا يحرثون الأرض بحراثة، وكانوا يستخدمون البقر في حراثة أراضي بني مالك للزراعة.